تبرعت له بكليتي، ولما صحيت من العملية لقيته متجوز واحدة تانية. أنا عمري ما كنت أتخيل إن اليوم اللي هدخل فيه أوضة العمليات عشان أنقذ جوزي يكون هو نفس اليوم اللي حياتي فيها هتتدمر. جوزي كان عنده فشل كلوي، والدكاترة قالوا لازم متبرع في أسرع وقت. أهله كلهم عملوا تحاليل ومفيش حد نفع. أنا من غير ما أفكر لحظة قلت لهم خدوا كليتي. أهلي حاولوا يمنعوني، قالوا لي استني فكري، ده قرار كبير. بس أنا كنت شايفة نفسي بعمل واجب، بعمل حاجة أي زوجة بتحب جوزها تعملها. قبل العملية بيوم كان قاعد جنبي في المستشفى ماسك إيدي وبيعيط. قال لي أنت عمري، لو عشت بعد العملية هعيش عشانك. دخلت العمليات وقلبي مطمن. لما فقت حسيت بألم رهيب، بس كنت مستنية أشوفه داخل عليا يطمني. عدت ساعة، ساعتين، مفيش حد. الممرضة كانت بصالي بنظرة غريبة. سألتها هو فين جوزي؟ سكتت شوية وقالت هو خرج بدري، كان معاه واحدة. قلبي وقع. قلت يمكن أخته، يمكن قريبة. بس بعدها بنص ساعة دخلت عليا بنت خالته وشها متلخبط. قالت لي بصوت واطي هو كتب كتابه من أسبوعين، والنهاردة بعد ما العملية نجحت راح يعلن جوازه رسمي. حسيت إن الأجهزة اللي حواليا بتصفر جوه دماغي. طلع متجوز واحدة تانية من وأنا بلف بين التحاليل والفحوصات عشانه، مستني يتأكد إن العملية نجحت وإنه هيعيش وبعدها يكمل حياته معاها. واجهته بعدها بأيام لما قدرت أقف على رجلي. قال لي بمنتهى البرود أنت عملتي ده عشان بتحبيني، وأنا عمري ما طلبت منك. الجملة دي وجعت أكتر من الجرح نفسه. دلوقتي أنا عايشة بكلية واحدة بس بقلب أقوى مليون مرة، ورفعت عليه قضية طلاق وتعويض، وكل اللي حواليه عرفوا حقيقته. هو خسر سمعته وخسرني.